عشان تبقى مسوق شاطر لازم تعتمد على كتابة المحتوى، وكتابة المحتوى الأصلية أو كتابة المحتوى اللي أنت هتبقى فيها كويس هتعدي مراحل كتير في التسويق. أهم حاجة في التسويق كتابة المحتوى. كتابة المحتوى بيفتح لك مجالات كتير جدا، فلازم عشان تكون كاتب محتوى شاطر لازم تخلي بالك من 4 حاجات هقولهم لك دلوقتي. أي محتوى في العالم أو أي كاتب في المحتوى في العالم بيعتمد على 4 مراحل دول. اي محتوى ممكن تشوفه ان كان مقال او بوست على الفيسبوك او بوست على الانستجرام او اكس او اي موقع الكتروني بيتكون من 4 مراحل دول. هو اولا لفت الانتباه، العميل بتاعك مش هيلفت انتباهه الا كلمات معينه زي مجانا، زي عروض، في كلمات كتير مؤثره ممكن تلفت نظر الناس زي الحق العرض ده، اقل سعر، كلام كتير ممكن يعمل لفت انتباه. طيب المرحله الثانيه احنا بنسميها مرحله الاهتمام بالمنتج او مرحله الاهتمام بالخدمه اللي انت بتقدمها. انا بقدم الخدمه دي ليه ولمين؟ خد بالك الاهتمام دي حاجه كويسه جدا. تالت حاجه اثاره الرغبه، لازم تثير رغبه العميل ان هو يشتري المنتج بتاعك ده، ومش هتلاقي افضل من كتابه المحتوى الا تقدمها لعميلك بشكل افضل واللي تجيب معاك نتيجه ومبيعات بشكل افضل. فركز على اثاره الرغبه، انك تثير رغبه العميل ان هو يشتري المنتج بتاعك او الخدمه اللي انت بتقدمها. رابع حاجه هي الاكشن او اتخاذ اجراء اخير للعميل. لازم اخر مرحله دي انك بتطلب من العميل ان هو يشتري المنتج ده بخصم فلان او خصم كذا او خصم كذا. ده هيقدم لك مرحله كبيره جدا وهيقدم لك مبيعات زياده، وده ان شاء الله من خلال ال4 حاجات اللي انا قلتهم لك دول هتحترف الكونتنت بطريقه مذهله وهتبقى كاتب محتوى مذهل باذن الله. احتجت اي حاجه او اي سؤال في الماركتينج او في التسويق عموما ان كان اونلاين او اوفلاين اكتبه في الكومنتات وانا هرد عليك. شكرا ليكم.